بداية أخبارنا المحلية من عند النادي الأهلي. النادي الأهلي لا يستأنف تدريباته يوم السبت الليلة بعد انتهاء الراحة اللي حصل عليها اللاعبين مؤخرا، وتحديدا عقب بطولة السوبر الأفريقي اللي أقيمت الجمعة قبل الماضي أمام نادي الزمالك بالسعودية، وخسرها النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية. يخوض الفريق تدريباته اليوم بدون اللاعبين الدوليين، ده طبعا بسبب الأجندة الدولية اللي بياخدها حاليا أو هياخدها بقى خلال أيام قليلة جدا المنتخبات. وعندنا منتخب مصر كمان عنده مباراتين مهمين أمام موريتانيا يوم 11 ويوم 15 أكتوبر الجاري. ده مصر هيكون عندها لقاءات في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا اللي هتكون في المغرب 2025. الحديث والكلام الكتير اللي كان كولر جاي، لا كولر مش جاي. يقود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي التدريبات بعد عودته من بلاده خلال الساعات الماضية.